حماده، ايه يا حماده مالك؟ ايه ياما؟ مفيش حاجه ياما والله. ايه اللي مفيش حاجه؟ مالك كده قاعد مالك كده؟ ليه هقعد مالي عليها؟ ما انا قاعد رايق. انت زعلان عشان مراتك مشيت؟ لا وانا هزعل ليه عشان مراتي مشيت؟ مش انت مرتاحه؟ اهم حاجه رضاك انت. مدغور في 60 داهيه. ادغور ايه المشكله يعني؟ ما ايه اللي مزعلك انت؟ مش زعلان والله ولا حاجه ياما، طالما رضاكي. بصي طالما انت مرتاحه خلاص مش مشكله. وبعدين هقول لك حاجه. ايه؟ عمك ابو يوسف هيجي الوقت. عم ابو يوسف جارنا؟ جاي ليه؟ هيجي ياخدك ويروح يجيبوه. قول له لا انا مش هروح، يا اما تطلع فيها بقى تقول اللي انت عايز تقوله كله. اقول ايه بقى فيها؟ قول له بتمد ايدها تسرق فلوس مني. حراميه يعني؟ وبتاخد الحاجه توديها بيت ابوها. حراميه. وما بتنضفش الشقه تمام. ولا بتغسلش هدومي، وبقول الكل الطلب مره واثنين وثلاثه. تمام خلاص. اقول كده يعني فيها. وهقول له بتشتمني وبتشتم امي. وبتشتم امي. خلاص عشان ما ماشي. تبقاش انت تقعد في قلب القعده في الرجاله يطلعوك غلطان. انت عايزاني اقول ده كله لعم ابو يوسف يعني؟ خلاص عشان يابا. عشان ما حدش يطلعني غلطان. عشان مش حد يطلعك غلطان. صدقي ياما انت تفكيرك صح ودماغك عجباني. خلاص ما تقلقيش، انا بص اللي ربنا قدرنا عليه هقول. ايوه اسم الله سلمها بس عليك. لله. اسم الله عليك يا حبيبي. طب الزار ده عم ابو يوسف هقوم افتحه. لا خليك انت. ماشي. ايوه. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. تعالى يا حاج. حماده موجود؟ تمام. بس بقول لك قبل ما تخش حماده عايزاه. ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الوقت مراته غضبانه. تمام. وانت هتروح تجيب البيت مش ماشيه خالص يا حاج. ترد عليه الكلمه كلمتين، وامهم في بيت ما بتنضفش بيت، بتمد ايدها في جيب تاخد الفلوس توديها بيت ابوها. الله الله الله. ايوه امال ايه؟ البيت مايله خالص مش ماشي، واحنا عمالين نعالج ونقول لا تمشي عشان المركب تمشي، بس مش ماشيه خالص. تمام يا حاج، ما تقلقيش، لو ابنك له حق انا هجيبه له يابا، ما تقلقيش من اي حاجه يا حاج. طب هو عندك اهو عامل لكم شاي. يا حماده يا ابني. تعالى يا حماده يا ابني. الحمد لله والله. عامل ايه يا حبيبي؟ والله العظيم الحمد لله تمام. ايه يا حماده؟ ايه اللي انت شايله ده كله يا ابني على قلبك؟ اللي انا شايله؟ ما بتحكيليش ليه يا ابني وتفضفض لي ليه؟ وانا مش زي ابوك يا ابني؟ انا مش كنت حبيب ابوك الله يرحمه؟ روح بالروح. الله يبارك لك يا عم ابو يوسف، انت على راسي حبيبي. الله يبارك لك يا عم ابو يوسف. شالك للتجيله والله، شالك لما يكون في حاجه تجيله. الله، هو في اتقل من كده يا ابني؟ يعني مراتك تكون بتعمل ده كله وبتعمل الاعمال دي كلها، في اتقل من كده ايه يا ابني؟ بتعمل ايه يا عم ابو يوسف؟ بتعمل ايه؟ امك مجبلاني يا ابني. امي جابت لك؟ البيت ما بتنضفش، ما بتعملش، ما بتسمعش كلام جوزها، بترد عليه في الكلام، ومش امينه، وبتسرقني، وبتاخد ود دار اهلها. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي يا عم ابو يوسف. عليه الصلاه والسلام. انا مش ناقص، انا فاللي مكفيني. احنا بص الواحد فيه ذنوب اساسا كفايه تكفي، مش ناقصين ذنوب. يعني احنا مش ناقصين سيئات على سيئاتنا. الشهاده لله، مراتي اكتر واحده في الدنيا بنت ناس. مراتي جدعه، مراتي محترمه، مراتي بتموت في التراب اللي بمشي عليه، وبتحب امي وبتقدرها، وبص بتبوس على ايديها وعلى راسها، بتتمنى لما الرضا ترضى. بالعكس ده ساعات بتروح بيت اهاليها بتجيب وهي جايه. مراتي مش حراميه، مراتي اجدع خلق الله واطيب خلق الله. لسانها ما بتطلعش غير الكلمه الحلوه وما بتطلعش العيبه. منكسره، عمرها ما خدت سر البيت طلعته بره. بتقدرني، بتحبني، بتحترمني، هدومي نضيفه ولقمتي موجوده، خدماني وخد مامي، ومروجه البيت وكنساه ومنضفاه. اديك شايف البيت عامل ازاي من غيرها يا عم ابو يوسف. مراتي يا عم ابو يوسف، مراتي اللي انا شفته منها ما يخلينيش اقول عليها كلمه وحشه في غيابها. مراتي ما بتعملش حاجه من الحاجات الوحشه دي كلها يا عم ابو يوسف. ربنا يبارك لك يا ابني. الله يبارك لك يا عم ابو يوسف. انت جدع يا ابني وابن اصول. هنزب ليه؟ دي شهاده هتنزل لي جبر يا عم ابو يوسف. هناخد من الناس الحلو ونقول الوحش؟ لا. هناخد من الناس الطيبه ونحدفهم بالطين؟ لا لا يا عم ابو يوسف، مراتي اكتر واحده في الدنيا محترمه، وما اسمحش ان حد يجيب سيرتها في ظهرها بكلمه وحشه. لا. بس امي اللي عايزه كده، هعمل ايه؟ ربنا يهديها لك يا حماده. الله يبارك لك يا عم ابو انت راجل وابن اصول يا حماده طول عمرك. بقول لك ايه يا عم؟ انا يا ابني راجل رجولتك ديت، انا هوصل ابوها، انا ليا دليل عليه، وان شاء الله اجيب لك مراتك ويجي يابا. الله يبارك لك يا عم ابو يوسف، وربنا يعينك على امك يا رب، وربنا يهديها لك. الله يبارك لك يا عم ابو يوسف. وانت هناك لو شفتها قول لها حماده بقول لك معلش حقك عليا، بس يا امي مش هينفع اقول حاجه. يوم ما اقول لها لا انت، يوم ما اقول لها انت غلطانه، امي هتقول بص الواد ده لدول، الواد شرطها، الواد شرطها بيسمع كلام مراته. انا مش في حين ان العزبه تقول عليها الواد باع امه، هاجي عليها هي شويه وخلاص هتستحمل. لكن مراتي يا عم ابو يوسف ما تسمعش كلام امي. مراتي قسما بالله تتحط على الجرح يطيب. مراتي ما بتعملش حاجه وحشه، شهاده لله. ربنا يبارك لك يا الله يخليك يا عم. ربنا يبارك لك يا حماده. الله يخليك يا عم. ماشي يا ابني بعد اذنك. طب اقعد طيب اشرب شد. لا بس لا ما شربتش حاجه. لا عشان اوصلها كده واوصل ابوها. الله يبارك لك يا عم. ماشي يا حبيبي ماشي. الله يبارك لك. ايه يا حاج في ايه؟ ايه يا حاج؟ بقول لك ايه؟ انت بتقول ابوها حبيبي وروح وعليها الدلال اللي لها راح اجيبها واجي، ما تجيبهاش. احنا جرفنا منها. جرفت منها؟ اه. لا اله الا الله. ليه كده يا حاج؟
اتقي الله يا شيخ. بقى احنا كنا بنقول انت العجله هنا وانت بعد الحاج الله يرحمه، وهتلم على الولا عشان الواد يعيش، تعملي فيه كده؟ تعملي في بنت الناس كده ليه يا بنتي؟ اتقي الله. ابنك مرضي، ابنك مرضي، بيقول مراتي ما بتغلطش فيا ولا بص ما بتكسروش كلمه، عمرها ما عصته، عمرها ما طلعت سلسل بيته، عمرها ما مدت ايديها. ليه كده بتقولي في بنات الناس اللي مش فيها ليه يا شيخ؟ اتقي الله يا شيخ، سيب العيال تعيش، خراب البيوت مش بالساهل. حسبي الله ونعم الوكيل في الاشكال اللي زيك. سيب ابنك يعيش، سيب ابنك يعيش، خراب البيوت مش بالساهل. ليه بتقولي في بنات الناس اللي مش فيها؟ انت ترضى على بنتك كده؟ مش هترضي طبعا. سيب الناس تعيش وخراب البيوت مش بالساهل، وسيب ابنك يعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.